لو حطيت بوتوكس وفيلر وقلت الناس انتي ايجنج، يعني ده انا هتحول سحليه. اقول له بطل حليب وبطل خبز وبطل حلويات، يقول له امال اكل ايه؟ كل الطبقات السلطه والخضروات كل ده مش كفايه؟ ما فيش الا البيتزا وكوبايه اللبن. كارنيفور بنكتبه للناس اللي عندها قولون تقرحي فبتخاف. اللحمه سمعتها وحشه، ولكن من افيد الحاجات اللي في الدنيا ناكلها اللحوم. كنت لغايه 36 تخين وبتاع. ابحاث عالميه على بول وحليب الابل لقيت ان هو بيوقف الاوعيه الدمويه اللي بتروح تغذي السرطان. منتجات الغنم والماعز ما عنديش مشاكل. انا مصيبتي بالبقر. دكتور كريم منور الكويت، اقول لك الكويت. اول مره في الكويت والتاني يوم على رايك بقى في استقبال الشعب الكويتي ليك؟ لا، من الشعب الكويتي من ناحيه الوعي، من الشعوب الواعيه من زمان، حتى في الكورونا بين ان هم ذو وعي خاص. ولنا الحمد لله متابعين لي هنا كتير واصدقاء كتير في الكويت. فلا الوعي، يعني الواحد حاسس لما يروح لشعوب اكثر وعي يحس المسافه بينهم قريبه، غير شعوب تحس ان الوعي انا بتكلم على الطب والتغذيه. لما كل ما يبقى الوعي يقل تحس ان في فروق والناس مش فاهمه وايه اللي بتقوله ده. انما الشعب الكويتي لا، لاقطها على طول ما شاء الله. من المعلومات الشائعه او دايما في السوشيال ميديا بتدفع الناس الى الابتعاد عن تناول الالبان، الابتعاد عن تناول الخبز، الابتعاد عن السكريات كريم علي وعن سيترك الحليب وعن الفواكه. ناكل ايه ده؟ ناس بتسال. طب بص، قلت قليل من الفواكه يا دكتور. ايوه عشان سكرها كتير. لو انت سليمه لا قدر الله، ولا عيانه. لو عيانه ليك كلام تاني، سليمه لا كلي فاكهه. ولكن انت سليمه او عيانه، الحليب لن ياتي بالصحه ولن ياتي بالكالسيوم، ده هيقلله. الجلوتين او الخبز هيزود وزنك ويجيب مقاومه انسولين، ما فيهوش معادن وفيتامينات. طبعا الحلويات الناس عارفه اضرارها، فدول الف ب. لما حد يقول لي، اقول له بطل حليب وبطل خبز وبطل حلويات، يقول له امال اكل ايه؟ ده مصيبه. معناها ان انت 90% من اكلك اللي انت قلتيه، فانت في حاله المرض جاي. ناكل ايه؟ يعني اللحوم والفراخ والاسماك والمكسرات والبذور والارز او الكينوا والخضروات والسلطات والدهون المفيده زي الزبده او السمنه او الافوكادو وكل الفواكه وكل الطبقات السلطه والخضروات كل ده مش كفايه؟ ما فيش الا البيتزا وكوبايه اللبن. اشرت كمان في واحد من الفيديوهات عن تناول الخضروات الورقيات ولكن بدون الياف. طب ما احنا متعارف عليه ان الالياف هي اللي فيها الماده الغذائيه القويه، فده انت بتصدم الجميع. راحت والله. ما بصي، الناس متخيله ان ما دام كلت الياف الامساك هيروح وقولها هيتحسن. ده 80% من البشر الخضروات هي اللي بتجيب لهم انتفاخ. حتى في نظام اسمه كارنيفور. الكارنيفور ده بياكل لحمه بس. عارفه النباتيه ده ضده. كل ما خرج من ارض ما بياخدوش لا فاكهه ولا خضار ولا حتى القهوه لانها نبات. بياكل لحمه واعضاء حيوانات، مخ، كبده، بياكل اسماك. الشخص ده بيخف من قولون تقرحي، من اكتئاب، كتلته العضليه بتزيد، الالتهابات بتقل، والسكر بيروح، والقولون بيتحسن. بقول القولون التقرحي ده اصعب حاجه في القولون، يعني مش انتفخ عصبي، ده التهب وعمل قرح. يعني كارنيفور بنكتبه للناس اللي عندها قولون تقرحي فبتخاف. اي حاجه جابت لك انتفاخ بطلها، ما دي علامه جسمك مش عايز. جرب بقى اللحوم. يعني الناس تقول لي يا دكتور ان اللحمه بتتعبني. كلت اللحمه ازاي؟ يقول لك كلت لحمه وبعدين طبق سلطه وبعدين خضار وبعدين كلت صودا وبعدين كلت حلويات، وايه اللحمه اللي تعبته؟ لو كلت ستيك بس هتحس انك خفيفه وتقومي تشتغلي عادي خالص وجسمك ما فيهوش يعني مخك مش تقيل. لحمه بس. فاللحمه سمعتها وحشه، ولكن من افيد الحاجات اللي في الدنيا ناكلها اللحوم. بتشجع دايما على استخدام عشبة الريسفيراترول كأنتي ايجنت ومضاد للأكسدة. السؤال ايه هو مصدرها ونحصلها فين؟ اي انتي ايجنج بروجرام عند اي دكتور لازم تفيه الريسفيراترول. الريسفيراترول ده اصلا اكتشفناه ازاي؟ لقينا الشعوب الفرنسيه بتشرب واين، خمور مع كل اكله، فمهما كان اكلهم وحش بيفضلوا شباب كتير وقلبهم كويس. ليه؟ فلاقوا في الواين. احنا بقى ناخدها من العنب، ناخدها من الزبيب. الماده دي بتحافظ على القلب، تزود الطاقه، تمنع ان الجسم يشيخ زي الفرنساويين بالظبط. سرهم ريسفيراترول، فموجود يعني في كل حته. من الأمور المتعارف عليها في الخليج بينصحوا مرضى السرطان بتناول عزك الله عز السامعين بول البعير وحليب البعير. انت رأيك ايه في ده؟ الكلام ده في دكتوره في السعوديه اسمها دكتوره فاتن خورشيد، دي استاذه دكتوره عملت ابحاث عالميه على بول وحليب الابل. لقيت ان هو بيوقف الاوعيه الدمويه اللي بتروح تغذي السرطان. فلو قطعت الاوعيه الدمويه السرطان هيكش. الرسائل دي موجوده وابحاث علميه، ولكن لازم يبقى مع دكتور فاهم. مش انا اروح اخد شويه حليب ابل واشرب البول وهخف. روح لدكتور متخصص بيعالج بهذا النوع.
هم بيحطوهم ميكس على بعض وناس كتيره خفت منه، بس لازم تحت اشراف عشان يتابع، مش يعتمد على الحليب وهو مش خلاص ساب السرطان وتلاقي السرطان انتشر. لازم يبقى عند كنترول، يعني حد في دكتور شايفه والدكتور متابع معاه. مش بتمنع الناس من شرب الحليب كله، هو بس الحليب الابقار، انما الحليب الابل لا الابل ومنتجات الغنم والماعز ما عنديش مشاكل. انا مصيبه البقر، مصيبه البقر دي مصيبه، دي كارثه. اللبن البقري انا سم. واخر حاجه طبعا احنا كل الجمهور بيبقى عايز يسال انه ازاي قدرت تتخطى الظروف الاسريه والعائليه بوفاه ابنتيك، فازاي قدرت تتجاوز ده وتحوله من محنه كبيره الى منحه وامل للجمهور؟ والله لو عندك هدف، الرسول لما مات كل ابنائه وبناته ما قالش هاخد اجازه. فانت عندك هدف في الحياه هتقومي تكملي. تاني حاجه ان كل ما يحدث في الدنيا يحدث من اجلك مش لكي، مش مصيبه حصلت لي، مصيبه دي ليا. لو انت قريت الرساله هيختفي الالم. انت فاهمه الرساله دي ليه؟ مثلا لانك تتطوري روحيا، انك هي رحلتها خلصت، هي في مكان افضل، انت كنت متعلقه فلازم التعلق حسب الحاله اللي انت فيها. ولكن هم لو انت عرفتي هم في مكان افضل، هم خلصوا الامتحان بتاعهم. لو اتشغلتي في امتحانك انت بكره هتسيبي الامتحان وتمشي وتموتي، ما حد مش هيموت، طبيعي كلنا هننتقل لمرحله ما بعد الحياه. واخر سؤال عن ابر التخسيس اللي الكل بقى بيلجأ ليها دلوقتي، وهي كانت اصلا مصنفه لعلاج مرض السكر، رايك فيها ايه؟ انا ضد اي شورت كات خالص، لان الشورت طب بعد ما تبطلها نفسك هتتفتح، طب هترجع للاكل تاني، طب انت خسرت 3 4 شهور فلوسك ورجعت تتخن تاني. مفيش يمين وشمال من انك تغيري اكلك وتاكلي اكل صحي وتلعبي رياضه وتنامي بدري، تاخدي حقن بقى، تعملي تكميم براحتك، بس دول الاساس. من غير دول هتفضلي تاخدي حلول ثانويه وفي الاخر يرجع لك السمنه والمرض زي الاول. دايما بتحذر من فوليك اسيد للحوامل، وفي دراسه نشرت حديثا من شهر بتقول انه هي بتكون ليها تاثير ايجابي على الاطفال ما يتعرضوش للسمنه، رايك ايه؟ لا انا المعلومه دي مشتهره غلط. انا قلت ما حدش ياخد فوليك اسيد ابدا، بس تكمله الجمله لازم ناخد فولينيك اسيد. الفوليك اسيد ده مصنوع في معمل عشان جسمك يستخدمه، بيستخدم جين كده باثواي بيشغل حوالي 9 جينات عشان يطلع المركب. فلو انت عندك مشكله في الجينات اكنك ما خدتيهوش فحصل مصيبه. فانت تعملي ايه؟ تاخدي اسمه فولينيك اسيد او ميثايل فوليت. روحي الصيدليه بدل فوليك اسيد قولي له عايزه ميثايل فوليت. العلبه اللي جنبه اغلى طبعا، بس ده بتاخديها جسمك يستفيد من غير الجينات باثواي بس، انما من غير الفوليك اسيد او الميثايل فوليت الطفل يجي معوق. ده مهم جدا. خلصت اسئلتي، بس في سؤال كل المتابعين والجمهور بيسالوا حضرتك، شكلك كده بسبب فيلر وبوتوكس ولا ان انت نظامك الصحي انا عمري ما انا يعني ما اعرفش. انا لو حطيت بوتوكس وفيلر وقلت الناس انتي ايجنج يعني ده انا هتحول سحليه، ربنا يسخطني قرد. والله يعني انا بكلم الناس البشره والاكل والشعر والنوم بدري، وفي الاخر اضرب بوتوكس وفيلر. كارثه يعني، صعب ما استحملهاش. 50 سنه من الالتزام 48 بالالتزام. لا مش التزام، انا ما كنت لغايه 36 تخين وبكرش. يعني في امل ان الناس لو عندك 60 سنه، لو ابتدي وانت عندك 60 سنه هتطول. بس في ازاي يعني اي حاجه هتحطيها في جسمك هتديك المردود. من احسن الدكتور، ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك من العلم ومن الصحه والشباب دايما والجمال. شكرا لك كتير، حياكي.